لو انت بتستهدف موقعك الظهور في الاي اي سيرش وفي جوجل، ايه هي حدود استخدام الجافا سكريبت في موقعك؟ وهل الافضل تستخدم كلاينت سايد رندرنج ولا سيرفر سايد رندرنج، او سي اس ار ولا اس اس ار؟ تخيل معايا السيناريو ده، انت صرفت وقت وفلوس على موقع، المصمم عمل شغله، المبرمج عمل شغله، المحتوى والكونتنت رايتنج عمل شغله، فتحت الموقع من المتصفح شغال وزي الفل وكل حاجه سريعه وشكله حلو وبينافيجيت بشكل كويس. بس دخلت على جوجل وفي الاي اي سيرش موقعك مش متشاف تقريبا. ليه؟ مش لأن الموقع غلط ولا إن في مشكلة في المبرمج ولا إن في مشكلة في المحتوى، وإنما السبب الحقيقي ممكن يكون في هو إزاي أصلا الموقع ده اتبنى. هل جوجل أصلا شايف المحتوى؟ هل شايف الكومبوننتس الداخلية في الموقع؟ هل شايفها بسهولة؟ ده اللي هنتكلم عليه النهارده. خلينا نبدأ بسؤال: لما جوجل بوت يزور الموقع بتاعك بيشوف إيه بالظبط؟ معظم الناس بتفكر إنه بيشوف الموقع زي ما أنت شايفه من المتصفح، ولكن ده مش دقيق. جوجل بوت أو البوت اللي بيستكشف المواقع لجوجل في كثير من الحالات، خاصة لو الموقع معمول بكلاينت سايد ريندرنج أو CSR، بيشوف ال HTML تقريبا فاضي. يعني بيشوف جسد الصفحة موجود بس المحتوى لسه متحملش أو مش موجود، وده لأن المحتوى بيتحمل عبر الجافا سكريبت أو انجكتد بالجافا سكريبت، وتنفيذ الجافا سكريبت عند جوجل مش فوري. جوجل نفسها بتعترف إن الاندكسيشن عندها بيتم عن طريق موجتين أو two waves of indexation. الموجة الأولى هو إن جوجل بوت بيجيب ال HTML الخام، وده اللي بيحصل فورا، يعني بيقدر يشوف الصفحة بشكل فوري. الموجة التانية هو إن لو في استخدام للجافا سكريبت في المحتوى، خاصة في المين بارس بتاعته، جوجل بيوديها للاير تانية أو لموجة تانية من الفهم أو الرندرنج. بس طبعا بيقرر الأول هل المفروض ات ان انا اروح له ولا لا، هل ارندرها وادخلها في الكيو ده ولا لا، وهكذا. it takes time من الاخر. وبالتالي لو المحتوى بتاعك مش ظاهر في الاول في اول ويف، ممكن جوجل ما يقررش انه يروح لك اصلا، لانه ممكن بيشوف الصفحه فاضيه، ممكن عنده استكفاء اصلا من النيتش دي ومش شايف الفاليو اللي انت بتقدمها في الموقع بتاعك. وبالتالي يا اما ان هو بيأخر، يعني بيأخر الاندكسيشن او الارشفه، او ممكن تخليها اصلا ما تحصلش. وبالتالي لو مثلا الكاتيجوري بيجز بتاعتك معموله بالجافا سكريبت مثلا، فانت بتقول لجوجل معلش استنى علينا شويه، او بتديله في الاول صفحات فاضيه، وبالتالي بتصعب على جوجل وكذلك الاي اي عمليه الرندرنج والاندكسيشن. طب ايه الحل؟ مش بنقول ما تستخدمش الجافا سكريبت، وانما تعمل سيرفر سايد رندرنج لاهم الكونتنت او الكومبوننتس اللي في الصفحه، يعني من الاخر تظهر الفاليو في الصفحه، ما تبقاش بيسك سي اس ار او كلاينت سايد رندرنج. الاس اس ار او السيرفر سايد رندرنج، بدل ما السيرفر بيدي صفحه اتش تي ام ال فاضيه لجوجل او للبوت او للاي اي، السي اس ار بيديله صفحه نوعا ما فيها المين كومبوننتس بتاعت الصفحه جاهزه، صفحه جاهزه يقدر يفهمها، وبالتالي يشوف الفاليو اللي فيها، وبالتالي كمان يقرر ان هو يروح للجافا سكريبت بحيث ان هو يشوف الفاليو كامله. يعني جوجل بتيجي تلاقي صفحه موجوده بالفعل كامله، فبتشوف صفحه كامله بدون ما تحتاج تشغل الجافا سكريبت او يعني تحطها في ويف تانية. طب ليه الاس اس ار مهم؟ خليني اعكس لك التفكير شويه. ناس بتقول هل الاس اس ار احسن للاس يو ولا لا؟ طبعا وفقا للجايدز بتاع جوجل هو احسن وهو المطلوب اصلا، ولكن السؤال الصح خليني اقوله لك هو: هل انت عايز جوجل يفهمك بسرعه ولا يستناك؟ اهم حاجه في شغلنا ان احنا بنحاول نخلي التاسك بتاع جوجل سهل، افكتيف من الاخر. فبالتالي اولا مع جوجل الاس اس ار بيخلي جوجل يشوف المحتوى بشكل فوري، يشوف التايتل، ميتا ديسكربشن، انترنال لينكس، المحتوى الاساسي في الموقع او في الصفحه، وده معناه فهم اسرع، اندكسيشن اسرع، رانكينج اسرع. بجانب عامل مهم كثير من الناس تغفل عنه، وهو عامل الكوست، الكراولنج كوست. الكراولنج والريندرنج للجافا سكريبت مش مجاني بالنسبه لجوجل. كل صفحه سي اس ار بيتعمل لها ريندرنج بتستهلك ريسورسز، والريسورسز دي بفلوس، وهو بيزنس، والبيزنس بيحاول ان هو يكات كوست. لكن مع الاس اس ار انت بتقلل التكلفه على جوجل، وده من واقع يعني التجربه في الاس يو، من واقع يعني الكوميونتي. ده من اهم العوامل ان انت تبقى ارخص في التكلفه بتاعتك على جوجل من المنافس بتاعك. ما ينفعش تبقى المنافس بتاعك عامل شغل بسيط او ال HTML بتاعه كويس والدنيا معاه تكلفه الريندرنج بسيطه، وانت تكلفتك اكبر. في الغالب الريندرنج والري ريندرنج والكراولنج والري كراولنج بيستهلك وقت وفلوس، فحاول توفر لجوجل قدر المستطاع، لانه هو بزنس، والبزنس بيبقى دايما باصص للكات كوست يعني. بجانب ان ده بيساعدك على تحديد الفيرست امبريشن، لان جوجل تقريبا بيكون شاف كل حاجه، القيمه الاساسيه في الموقع والقيمه الاساسيه في الصفحات اللي هو بيزحف عليها، وبالتالي بيجد فاليو، وبالتالي بيقرر خلاص انا هدخله في السكند ويف عشان اشوف الريندرنج كله او اشوف الصفحه كلها. طبعا في انواع تانية للريندرنج زي زي ما قلنا
SSR أو الServer Side Rendering والCSR أو الClient Side Rendering. في حاجات تانية زي الSSG أو الStatic Site Generation، يعني الصفحات بتتبنى وقت الbuild وخلاص، ما جوجل دايمًا بيجي هي static زي ما هي ظاهرة ثابتة كما هي، ما بيحصلش عليها تغيير، وده طبعًا مش مناسب للSEO أوي. ممكن يكون لو landing pages ads حاجات شبه كده ممكن تستخدم فيها النوع ده من الrendering. النوع التاني وهو الISR أو الincremental static regeneration، وهو هجين بين الSSR والSSG، وهي صفحات بتكون static لكنها بتتجدد تلقائيًا، كل شوية بيحصل عليها زي reissuing للversions بتاعتها. أنا عن نفسي بافضّل جدًا الSSR مع good caching. الgood caching ده بيبقى released أو ينتهي وقته مثلًا كل 3 ساعات لو الموقع dynamic، أو ممكن مثلًا كل يوم لو الموقع static بشكل كبير. أنا عن نفسي ده اللي أنا بافضّله، وده اللي أنا دايمًا باشتغل بيه. ودايمًا بافضّل إنه يكون الfirst byte أو أول جزء أو الfirst contentful paint يعني بالجانب المتخصص يعني، الfirst byte أو أول جزء في الصفحة يكون totally SSR يعني، والباقي كله بقى ممكن نلعب نقول الحتّة دي مثلًا مش مهمة فممكن نخلّيها client side، دي لا خلّيها server side وهكذا. طيب نيجي بقى للAI search. هل الSSR أفضل والّا الclient side rendering أفضل للAI search زي ChatGPT وperplexity وGemini وغيرهم؟ الإجابة مهمة جدًا خاصةً في حالة الAI crawlers، لإن الAI crawlers الأمر فيهم مختلف شوية وبيجدوا صعوبة أكتر بناءً على عدد من الexperiments اللي اتعملت up to date يعني لحد وقت تصوير الحلقة. اللي إحنا نعرفه إن في جوجل عندها headless chrome أو tool بتستخدمها في إن هي ترندل الجافا سكريبت بشكل كويس، زي ما قلنا إن هي السكند ويف، وده طبعًا موجود عندها من سنين وبيتطور. على الرغم من تكلفته الأكبر والجوانب اللي إحنا اتكلمنا فيها، إلا إنه موجود وبالتالي effective. once في good quality من other signals جوجل غصبٍ عنه هيcrawl وغصبٍ عنه هيinvest. بينما الموضوع مختلف شوية في الAI crawlers، لأنهم لسه بيعانوا مع الclient side rendering. كل التقارير الموجودة حاليًا وكل الexperiments اللي تمت بتقول إن الAI search عنده مشكلة حاليًا في الclient side rendering، وإن لسه مش عنده القدرة أو ممكن نقول الرفاهية على الأقل في إن هو يرندر الclient side rendering. يعني موقعك ممكن يكون شغال تمام حتى على جوجل مع الصعوبات وكل ده، إلا إنه في ChatGPT وperplexity مش شايفينهم خالص، وبالتالي مش بيقدر يفهم المحتوى، مش بيقدر يقتبس منه، ومش بيقدر ياخد منه chance زي ما اتكلمنا في إزاي الAI بيشتغل. بالتالي احتمالية إن الAI يشوف موقعك ويكتشفه ويريكمند الموقع بتاعك بتكون تقريبًا منعدمة، ممكن بس يعتمد على الother sources لكن ما يقدرش يعتمد على الموقع بتاعك. يعني احتمالية ظهورك في الAI ممكن تقل جدًا أو ممكن حتى تصل ل0. لأن مراحل الاكتشاف بتاعة الAI فيها طبعًا parsing وفيها embeddings وفيها vector database، كل ده بيعتمد على إن الHTML يكون فيه المحتوى اللي بيتبني عليه المراحل التانية. بس لو الHTML الأساسي فاضي لأن المحتوى بيتحمل بعدين بالجافا سكريبت، الAI مش هيلاقي حاجة أصلًا يعمل لها parsing، وبالتالي مش هيلاقي حاجة للembeddings وأي خطوة تانية، وبالتالي ما فيش ظهور لأن أنت مش من ضمن الليست أصلًا. الSSR أو الserver side rendering هو اللي بيضمن إن المحتوى موجود في الinitial HTML response، وبالتالي الAI يقدر يقرأه ويفهمه، وبالتالي تبدأ process الrecommendation إن شاء الله. تعالَ نقارن بينك وبين مثلًا منافس بيستخدم الSSR وأنت بتستخدم الclient side rendering أو الCSR. الclient بتاعك مسهّل كل حاجة على جوجل، مسهّل كل حاجة للAI عشان يكتشفه ويفهمه وكذا، وأنت مصعّب كل حاجة على جوجل ومصعّب عليه الاكتشاف، والAI بتخلّيها شبه مستحيلة. تقريبًا مين هيفوز؟ يعني من واقع رؤيتك كده مين هيفوز؟ وفعلًا الحتّة دي بنجد فيها struggle شوية مع الdevelopers أو المهندسين يعني، إلا إن لإنها فعلًا نقطة مهمة جدًا، والvalue بتاعتها بنجدها بشكل كبير جدًا وبشكل فوري تقريبًا. أنا عن نفسي اشتغلت على موقع آآ كانوا بيعملوا development عليه phase تانية، وبعدين فجأة ما عادش في sales تمامًا، انقطعت تمامًا. بنجد في النهاية إن المشكلة كانت في الrendering. الموقع كان الأول CSR المبرمج لمّا عمله عمل حاجة بسيطة خالص خلّت حتى الinitial HTML request أو الresponse بالجافا سكريبت، وبالتالي الsales اتقطعت تمامًا. فحتى لو الموقع ده قديم إلا إنه اتأثّر بشكل كبير جدًا، يعني هو already جوجل والAI عندهم versions من الموقع بتاعك، إلا إن الموقع اتأثّر جدًا من حركة بسيطة زي كده في الجافا سكريبت. وده صراحة من واقع تجربتنا متكرر جدًا في audits كتيرة عملناها على مشاريع مختلفة. فلمّا بنضبط الrendering للأمانة بيتحسّن الsales وبتحسّن الindexation وكل حاجة بتعتمد على الindexation أصلًا بشكل أساسي. وطبعًا لو أنت مثلًا e-commerce فلو ما فيش schema ظاهرة في الHTML بتاعك فمثلًا أنت تظهر في جوجل مثلًا بالproduct بتاعتك شبه مستحيل تقريبًا.
طبعًا أي حاجة بقى مبنية على كده internal link path عشان يسهّل الcrawling ما فيش، أي حاجة ما فيش. بالتالي يعني إيه، خلّينا نسمع كلام الASIOs في الحتّة دي ونعمل server side rendering مش client side rendering. الخلاصة ببساطة الSEO مش بيبدأ من الكلمات المفتاحية وفقط، وإنما الSEO بيتدخّل حتى في الطريقة اللي الموقع بيها بيتبنى. لو جوجل مش شايف المحتوى المهم بتاعك من أول لحظة، كل شغل الSEO اللي بعده بيقل تأثيره جدًا، بل ممكن يضمحل تمامًا أو يختفي تمامًا في حاجات زي الAI search. بالمناسبة ده مش رأيي، ده الdocumentations بتاع جوجل في الJavaScript، ده الdocumentations حتى بتاعة الAI وعدد من الexperiments اللي اتعملت في المجال ده. فكلام مش رأي خاص للSEOs، ده documentations بتاعة الplatforms اللي إحنا عايزين نظهر عليها. طب لو أنت عايز تعرف الموقع بتاعك مثلًا بيستخدم JavaScript والّا لأ، هل هو كويس والّا لأ، simply ممكن أنت تdisable الJavaScript من المتصفح، أسهل حاجة تسيب الJavaScript بأي plugin من المتصفح، وبتشوف الصفحة هل أنت شايف المحتوى، هل أنت شايف الmain components بتاعة الصفحة، هل أنت شايف الcontent الأساسي بتاع الصفحة. لو شايف الcontent الأساسي بتاع الصفحة بعد ما تdisable الJavaScript، خلاص يبقى أنت كده إن شاء الله يعني ready to go. لو لأ مش شايف الmain content، وطبعًا ممكن برضه تشوف الsource code، هل المحتوى في الsource code والّا لأ، بس يعني الأسهل إما الsource code أو إن أنت تdisable الJavaScript من الموقع وتشوف. هتلاقي لو لقيت صفحة بيضا أو لقيت الmain components مش موجودة أو موجود مثلًا شوية colors بس الcolors بتاعة الموقع، فكده في الغالب في مشكلة في الJavaScript rendering في الموقع. لو لأ موجودة والمحتوى الcomponents مش موجود بس في مثلًا بعض الأجزاء مش موجودة، ممكن تقول للمبرمج لأ الجزء ده اعمله لي بالserver side وهكذا يعني. أنا كده خلصت الحلقة وخلصت كلامي. لو عرّفني رأيك في التعليقات، هل متفق، مختلف، هل عندك تجربة مختلفة أو تجربة مشابهة؟ وإن شاء الله هنعمل برضه حلقة في المستقبل عن الSPA لإني عليه discussions كتيرة تمت الفترات اللي فاتت. وعرّفني لو في أصلًا عندك gap بين الdeveloper team والSEOs عندك في الteam والّا لأ، وممكن يعني من واقع التجربة إزاي نrelease الconflict ده. وشاركني رأيك في الcomment، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.